السلام عليكم، معاكم بسمة المصري. بنكمل الوحدة. احنا قلنا هنعمل منزلقة وبعدين 5 سلاسل عشان اروح البتلة التانية. البتلة التانية بعد العواميد اللي هي بتاع الدور التاني 5، 1 2 3 4 5. في الخامس بعمل حشو وبعدين 3 سلاسل زي ما احنا قلنا، وبعمل في راس العمود عمود. اوكي، اللي هي دي هنا 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، لحد ما اوصل للعمود اللي هو 3 لفات الوسطاني بعمل 2 عمود. ده الاختلاف طبعا، بس ما ببدأش من البداية، انا ببدأ من عند ايه؟ تاني عمود بلفة واحدة من هنا من الناحية دي، بنتهي عنده وببدأ من عنده برضو من الناحية دي، اخد عمودين بس من الستة. ماشي، انا هنا اعمل 3 وبعدين عمود، 3 وعمود. انا بحاول اخلي لكم الفيديوهات صغيرة كلها عشان تقدر تحمل عندكم وما تبقاش تقيلة. هبدأ اشوف انا عملت كام عمود وفاضل لي كام. 2 4 5 اهو. طبعا دي الاولانية اللي هي دي 1 2 3 4 5. جيت للدبل، يعني العمود ده معلش، العمود ده هعمل فيه علامة في اللي هي الدبل دي، برضو في وسطيها 3 سلاسل. خلاص، هنا اهيت، وفي نفس راس العمود 3 سلاسل، وهبدأ اعمل 3 سلاسل وامشي نفس النظام لحد ما اوصل الناحية دي برضو راس العمود 3 سلاسل. مفروض ان انا بشتغل لحد ده اللي جاي ده اخر واحد، واوريكم هتنقل البتلة التانية ازاي. اوكي، ويبقى اللي جاي كله زيها، يعني هنوقف الفيديو لحد ما اخلص انا الدور وتكونوا انتوا خلصتوه. شايفين شكلها اهيت. انا كده مشيت لحد هنا، بعمل الحشوة بتاعتي في تاني عمود. خلاص، يبقى انا عندي ديت مش عمود، دي حشو. عشان كده انا بمشي مع الباترون بتاعي واحدة واحدة كده، حشو اهي، وامشي 5 سلاسل واروح 1 2 3 4 5. البتلة التانية عندي اهيت برضو 1 2 3 4، ادي 5 عمود، واروح اعمل فيه الحشوة و3 سلاسل واعمدة، نفس اللي عملته هنا هعمله هنا. خلاص، اخلص الدور وارجع لكم.